شكرا سيدة الرئيسة. تحية للسيد الوزير، السيد كاتب الدولة والوفد المرافق. باش تتناول مداخلتي زوز جوانب. أولا رقمنة المؤسسات العمومية، وثانيا بعض المنشآت والبرامج الوطنية لتشجيع الاقتصاد الرقمي. ما يخفيش على حتى واحد اليوم اللي مجال تكنولوجيات الاتصال هو من أكثر المجالات قدرة على تسريع النمو. بلادنا اليوم تفتقر للموارد الطبيعية، لكن بإمكانها إنتاج ثروة وثورة رقمية مهمة جدا. نجموا ناخذ مثال على هذايا استونيا اللي بفضل الرقمنة نتاعها تمكنت من مضاعفة نسبة النمو نتاعها. وانا صراحة ونتصور انتم كيفي مستاءة انه ميزانية الوزارة مهمة كيما هذه تنخفض ب 7.8%، وقت اللي دورها هام جدا في انتاج الثروة ومتعهدة بإنجاز العديد من المشاريع. في ناحية أخرى طلعت على تقرير اللجنة ولاحظت أن الاستراتيجية في مجال الحوكمة الرقمية لمؤسساتنا العمومية مش واضحة برشا وتتميز بنوع من البطء. واحنا نعرفوا لتطوير الاستراتيجية هذه باش يمكننا من تعصير منشآتنا العمومية، من الترفيع من نسبة النمو، بطبيعة الحال من تعصير وتطوير جودة الخدمات اللي نقدموا فيها. والأهم من هذا أنه وقت اللي تم رقمنة مؤسساتنا يمكننا استعمال واستغلال المعلومات أو ما يعرف بالداتا، وهي اليوم نجم نقول اللي هي الذهب متاع القرن ال21، وتمكننا من خلق مواطن شغل كثيرة. وباش نتمكنوا من خلق مواطن الشغل هذه لازمنا زادا نعدلوا عقارب ساعاتنا على توقيت مدارس المعلوماتية، ونحكي بطبيعة الحال على لو داتا ولو بيج داتا. في المجال هذا نحب نسألكم زادا، فماشي تنسيق بين وزارتكم ووزارة التعليم العالي باش تواكبوا المتطلبات التكوينية للمهن الرقمية، خاصة اللي برزت منها في السنوات الأخيرة؟ وفماشي استراتيجية لتأهيل القدرات البشرية الموجودة في مؤسساتنا العمومية باش تتماشى مع تطور متطلبات عصر الرقمنة اللي قاعدين نعيشوا فيه؟ سيدي الوزير، انت قلت برشا مرات اللي انت تحب تقود التغيير. شنو هي استراتيجيتكم اذا لقياده التغيير في مؤسساتنا العموميه، واخذتوش بعين الاعتبار مقاومه هذا التغيير لا ريزيستانس او شانجمون صلب بعض المؤسسات؟ في الجزء الثاني باش نسوق لكم مجموعه من التساؤلات حول مشاريع وتعهدات قامت بها الدوله التونسيه وللاسف ما عادش نسمعوا عليها برشا، فيما يخص مثلا مراكز العمل عن بعد اللي تم احداثها في جل ولايات الجمهوريه، واللي كانت تستقطب المهندسين الشابين في تكنولوجيا الاتصال. واليوم للاسف حتى كي نتعداو قدام البعض منها نلقاو ابوابها مسكره. وين وصل المشروع المتميز هذا اللي انطلق منذ العديد من السنوات، واللي من المفروض انه يشغل العديد من الكفاءات ويساهم في ادخال العمله الصعبه من خلال تصدير الذكاء التونسي وترسيخ وتركيز اقدام الاقتصاد الرقمي في تونس. ثانيا، وسؤال اللي ابتزل في نفس السياق يتعلق بالقطب التكنولوجي في النحل، انتم اشرتوا له في التقرير، وهو مشروع عالمي تبرمج باش يستقطب شركات عالميه عملاقه في مجال تكنولوجيا الاتصال، وكذلك امكانيه توسيع القطب التكنولوجي بمنوبه، خاصه انه فما ارض يعني مجاوره قريبه، وانه يتميز بوضع جغرافي باهي وفي وسائل المواصلات اللازمه. أخيراً، الدولة التونسية أحدثت عدة آليات لتركيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع الشباب على إحداث مشاريع في المجال هذايا عبر تمكينهم من منح وتسهيلات. وين وصلت الآليات هذه؟ خاطر ما عادش قاعدين نسمعوا عليها برشا، ونجم نذكر منها البرنامج الوطني لتمويل التشجيع على الابتكار في تكنولوجيات المعلومات وصندوق تنمية تكنولوجيات الاتصال. وشكراً. شكراً. كلمة للسيد